عيش صحي بدون ولا نقطة مية، مغذي جدا. تعالي نشوف الطريقة. عندي بولة هحط فيها كوباية لبن وهعجن كله باللبن، يعني انا مش هحتاج ولا نقطة مية. عندي معلقتين سكر، عندي كيس خميرة، هبتدي ان انا احط كيس الخميرة كله. عندي كمان معلقتين زيت، معلقتين زيت بالظبط مش كتير، معلقتين صغيرين. وعندي بيضة وعليها معلقة خل عشان خاطر زفرت البيض. يبقى شوفنا يا جماعة، احنا كل اللي احتاجناه كله مواد صحية، سواء لبن، بيض، زيت، خميرة، كلها مواد صحية. هقلب العجينة كويس جدا، هقلب المكونات اسفة كويس جدا، وهبتدي ان انا احط بقية المكونات. هبتدي ان انا احط نص كيلو دقيق، هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا الاول قبل ما اعجنه. وزي ما قلت لكم انا هعجن كل اللي هعجينه، هرش رشه ملح البركه باللبن، مش هحتاج ان انا احط ميه خالص، عشان يبقى اكله صحيه مفيده لاطفالنا، لان في اطفال كتير ما بتحبش اللبن. فاستغل الموضوع ده بان تحطيه في معجنات او تعملوا له اكلات فيها لبن بكميات بحيث انه ما يحسش بيها. تمام، ادي اللبن جنبي، وكل ما احتاج هبتدي ان انا اعجن بايدي، وكل ما هحتاج هبتدي ان انا احط لبن. خدت 250 جرام لبن على نص كيلو دقيق، يبقى نص كيلو دقيق اللي هو 500 جرام عليه ربع كيلو لبن اللي هي 250 جرام. تمام، هبتدي بقى ان انا اعجن زي ما انتم شايفين. هلم العجينه كويس جدا، العجينه حلوه جدا وهتبتدي تخمر معاكي بطريقه سلسه، لان انتي حاطه لها مكونات مفيده. عايزه اقول لكم ان اللبن طبعا كالسيوم، بس بيبقى حلو قوي، سواء اللبن سواء الرايب سواء الزبادي في المعجنات، بيدي المعجنات طعم حلو جدا. لو عاوزيني اعمل لكم الخميره الطبيعيه اعملها لكم ونجربها مع بعض بالترتيب، هتبقى حلوه جدا. خلاص عجنتها اهي، العجينه بقت زي ما انتم شايفين، عجينه سلسه وما خدتش وقت كمان معايا في الخمر. هغطيها وهسيبها تخمر. انا مش هحط حاجه غير ان هحط زيت بس في الحله اللي انا ماسكاها، علشان خاطر اقدر ان انا يعني ما تلزقش في الطبق اللي انا بعجن فيه. تمام، او البوله. هبتدي ان انا ادهنها كده واغطيها واسيبها تخمر. العجينه حلوه جدا بجد، تستاهل ان انتوا تعملوها. هغطيها وايه، خلاص اسيبها تخمر. خدت حوالي ساعه الا ربع عشان الجو لسه فيه لدغه حراره. تمام، هبتدي ان انا بقى ايه اقطع العجينه، هبتدي اقلبها واقطعها. بصوا العجينه حتى ما لزقتش، العجينه حلوه جدا. بصوا يعني شكلها طعمها حلو جدا. هبتدي بقى ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين، بخلي معايا دقيق مع اني محتاجتش دقيق كتير لان العجينه مش محتاجه، بس هبتدي ان انا اكورها. طبعا هقطع من الكوره دي لانها كبيره، مش هاخدها كلها، هقطع منها يعني في المره الجايه، لان هي كبيره جدا مش هينفع ان انا اعملها بالحجم ده كله. هعمل اشكال ورده واشكال الاشكال اللي انت عاوزاها، يعني الاشكال للاكل ده بايدك انت. ممكن تعمليها رغيف على فكره، تفرديها وتقطعيها وتعجنيها على انها عيش كامل، شيء براحتك برضك. بس انا حبيت اوريكم اني انا ممكن اعمل كذا شكل من نفس العجينه. تمام، قطعتهم اهم، هغطيهم. هبتدي ان انا بقى ايه اخد قطع قطع وافرد. هنا هفرد بالمندنه، بس بعد كده مش هفرد بالمندنه. ان هنا هفرد بالمندنه، بعد كده هفرد بايدي او بالنشابه، بعد كده هفرد بايدي لان العجينه حلوه وسلسه زي ما انا قلت لكم. تمام، افرديها. حطي بقى الحشو اللي انت عاوزاه، عاوزه تعملي بلحمه مفرومه، عاوزه تعملي بفراخ، عاوزه تعملي بمربى لو انت عاوزه حلو، او بحلاوه طحينيه، براحتك. بس الحلاوه الطحينيه حطي لها ذره بسيطه جدا من حته سمنه بلدي، علشان الحلاوه الطحينيه هتجمد جامد هتجمد في الرغيف. فالاحسن ان انت تحطي لها حته سمنه، ويا ريت لو سمنه بلدي او حته زبده صغيره. بصي ادي شكل، بصي. تمام، هعمله لكم تاني. ادي شكل برضو ابتديت اعملها بايدي، ادي شكل وهترصيه. العجينه عاوزه اقول لكم حلوه جدا. انا ما بكترش جبنه، مش عشان ما يبقاش فيها، لا عشان ما تسحش وتطلع بره الرغيف. تمام، زي ما انتم شايفين قفليها كده وبططيها وحطيها. ده رغيف او قرصه تقدري تاكليها بالهنا والشفا،
بطريقه. طب هعمل لكم طريقه تاني. بصي بتفردي العجينه، تمام، برضو قرصه تاني. هوريكم الشكل التاني. الشكل التاني سهل جدا، تقدري تعمليه زي ما انا قلت لكم، تقدري تعمليه باي طريقه. ودي زي ما قلت لكم الحشوه الاولانيه ومش متعبه ومش هتكلفك. طب تعالوا نشوف بقى الحشوه التالتة التانية. الحشوه التانية سهله جدا. انت بتفرديها، تمام، بالوسع اللي انت عاوزاه، بس ما تكبرهاش جامد، تمام. هتبتدي تحط لها حته الجبنه زي ما قلت لكم، تقدري تخليها مربى، تقدري تخليها لحوم، اللي انت عاوزاه، تمام. هتبتدي ان انت تقفليها، وهتجيبي السكينه بتاعتك او قطعه البيتزا، طبعا هتفرديها زي ما انت شايفه بالطريقه اللي انا بقولك عليها علشان تساويها وفي نفس الوقت ما تتقطعش منك. ابتدي بقى قطعي زي ما انت شايفه خطوط، اعملي خطوط بالسكينه ولفيها. بصي بقى تعمليها احلى ورده. بس قفليها من هنا، ودي برضو بطريقه، تمام. هعمل لكم واحده او اتنين تاني. خلاص عملتهم اهم، تمام. بصوا بقى العجينه حطيتها وغطيتها وسبتها تخمر. العجينه حلوه جدا زي ما انا قلت لكم، وعملت لكم كذا طريقه. هتبتدي ان انت بقى تدهنيها بيض، تمام. هتدهنيها بيض وترشي بقى حبه البركه سمسم اللي انت عاوزاه، كل بقى بايدك انت اهو. انا هرش على الورده حبه البركه، وهرش على اللي هي العاديه القرصه هرش عليها سمسم. بايدك ترش الاتنين لو انت عاوزه، تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. على فكرة المعجنات سهلة جدا، هي بس عاوزة منك تكنيك ووقت في العجن. لو انت عجنت العجينة كويسة هتطلع منك كويسة، لو بدأت المقادير صح وعجنتي صح العجينة هتطلع كويسة منك جدا. خلاص كده انا خلصتها. هبتدي ان انا احطها في فرن درجة حرارة 180. ببقى فاتحة الفرن والشواية. وعاوزة اقول لكم حتى لو انت دخلتي درجة الحرارة عالية في الاول عشان الفرن تسخن، لازم توطي الفرن على اوطى درجة، يعني درجة متوسطة مش عالية جدا عشان المعجنات ما تتحرقش منك. بصي الشكل من بره ومن جوه العجينة حلوة جدا بجد، تستاهل ان انتي تعمليها. لو عجبكم الفيديو انا عاوزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. هتعملوه لو هتجربوه تعملوه قولوا لي ايه النتيجة طلعت معاكم ازاي. بصوا بقى، بصوا محشية من جوه جبنة، معرفش مش باينة في الإضاءة. بصوا التانية كمان محشية وزي العسل، تاكليها الصبح مع كوبايه شاي. كده كده انت مش هتحتاجي ان انت تحشيها، فهي محشيه. ارجو الاشتراك والسلام عليكم.